النهارده؟ انتوا وحشتونا جدا من الفيديو اللي فات. بس يا ترى دوستوا اعجاب بالفيديو واشتركتوا في القناه زي ما بنعودكم؟ يا ريت تعملوا ده بسرعه. الولد ده كان على طول بياخد باله من كل الناس. هو كان ولد طيب جدا وكان على طول مؤدب وبياخد باله من كل الناس. بس لما روح بيته كان مش لابس كويس وكان بردان جدا. اول ما امه اديته الغطا كان فرحان بيه جدا، وبابا كمان جاب له لعبه جميله جدا. الأم قالت له الحق ابنك كان على طول بيعمل الحاجات دي بس بيجيب درجات كويسة. هو بيعطف على الناس وبيعمل كل حاجة كويسة. احنا فرحانين قوي بالولد ده. والأسرة دي كانوا رايحين السينما ورايحين يتفرجوا على حاجة، بس الولد لقى دودة في التفاحة بتاعته رماها، ومع كل أسف كان السبب في إن أهله يبعدوا عنه. هو كان بيعيط جدا لأن هو مش عارف ايه اللي عمله ده، وفجأة بقى وحيد وبدون أب وأم. يا جماعة الولد ده كان كويس جدا، بس فجأة ايه اللي حصل له؟ كان قاعد يفتكر كل حاجة بيعملوها له. يا ترى بقى افتكرتوا تدوسوا اعجاب بالفيديو وتشتركوا في القناة ولا لسه؟ يلا بسرعة، مستنيين ايه؟ الولد صحي من النوم الصبح لقى الجو برد والتلاجة ما فيهاش اي حاجة لان هو ما بقاش معاه فلوس. كان عايز يروح ياكل سندوتش برجر بس ما لقاش معاه فلوس. الراجل ده سرق الفلوس من صاحب المطعم، بس الولد شافه طلع جري بسرعة عشان يقوله، بس ما كانش شايف ما كانش الراجل افتكر هو اللي سرقه، وبسرعة نده البوليس، والبوليس كان هيمسك الولد، والراجل وقع والولد فعلا خد الفلوس. صاحب المطعم قال ايه ده؟ اهي الفلوس زي ما انا شفتك وانت بتسرقها. الراجل العجوز قال بس انا اللي سرقت الفلوس. وكان هيتخبطوا عربية، بس الولد لحق الراجل العجوز وخبطته هو العربية. الراجل العجوز قرر ان هو يعترف باللي هو عمله لان الولد كويس قوي معاه، وقال مش مشكلة انا استاهل جزائي، بس الولد الطيب ده ما ينفعش حد يعمل فيه كده. الولد قعد يفتكر ايه اللي حصل، وكان زعلان جدا على اهله اللي حصل فيه، وكان عايز يلحق اللي كان هيموت برضه زي اهله. والولد في الاخر لحق اهله ووصل معاهم وكانوا عايشوا عيشة كويسة مع بعض. بس الحمد لله الراجل الصياد ده لحقه، ودي النهاية السعيدة بتاعت حلقتنا.